تحياتي واهلا بكم فيما قبل مباراه المنتخب الوطني المغربي قدام ليبيريا. المباراه الاخرى في الاقصائيات المؤهله لكاس افريقيا اللي حنا ديجا تاهلنا ليها كيف كنعرفوا، لكن رغم ذلك كتبقى مباراه مهمه وكتبقى 3 نقاط مهمه اللي غتمنحنا صداره المجموعه، لانه دائما في اي اقصائيات التاهل في الصداره ماشي بحال التاهل في المركز الثاني، وهذا الشيء اللي غادي يخلي وليد الركراكي يعطي اهميه كبيره لهذه المباراه ويناقشها بجديه كبيره، وعلى الاغلب غادي نشوفوه كيناقشها وكيلعبها بالتشكيل الاساسي ديال المنتخب، التشكيل اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه الحلقه. فكيف العاده تابوناو في القناه، ضغطوا على جيم ويلا نبداو ونتعرفوا على التشكيل اللي غيلعب به وليد الركراكي قدام منتخب ليبيريا. اهلا بكم من جديد. المغرب ليبيريا، مباراه على الورق كتبان سهله، مباراه كتبان ما عندهاش اهميه نظرا لاننا مؤهلين لكاس افريقيا، لكن كيف قلت الاهميه ديالها اولا في صداره المجموعه بالنسبه لنا كمتابعين وكجمهور، وبالنسبه لوليد الركراكي فهي مباراه كتجي من بعد الخساره اللي كانت في جنوب افريقيا، وخاصو من هنا من دابا يبدا يرجع المعنويات للاعبين والمنتخب، ونشوفوا ذاك المنتخب الاول واللي دائما غادي يكون ان شاء الله الاول حتى يحقق كاس افريقيا. بداوها هذه السلسله تبدا من هذه المباراه، ولهذا فوليد الركراكي كيف قلت غادي يلعب بالتشكيل الاساسي ديالو باش ينسي الجمهور وينسي اللاعبين في الخساره اللي كانت قدام جنوب افريقيا، ويبدا يرفع في المعنويات ديالهم. وفي حراسه المرمى كيف العاده وكما قال وليد الركراكي في الندوه الصحفيه، قال الحارس ديالنا ديال الحاضر هو ياسين بونو، ديال المستقبل هو ياسين بونو، وديال الماضي هو ياسين بونو، ولهذا فغادي نشوفوا بونو في حراسه المرمى. ومن ياسين بونو غادي نمشي للدفاع وغادي نبدا بالثنائيه ديال لاكس ديال الدفاع. هاد الثنائيه اللي حتى هي كانت عنده اشارات عليها في الندوه الصحفيه، وقال على اننا اخيرا من بعد ما لقينا ديك الثنائيه اللي اشتغلت، ديك جوج اللاعبين اللي عرفوا يخدموا مع بعضياتهم اللي تجانسوا، فما يمكنش نبدلوهم. وهذا الشيء اللي غادي يخليني نقول على ان وليد الركراكي غادي يبدا الماتش ديال ليبيريا بالثنائيه ديال نايف اكرد، ومع جنبو غادي يكون رومان سايس. رومان سايس اللي كيف كنعرفوا المشاكل اللي كانت عنده في قطر، الانتقال ديالو للسعوديه، لكن رغم ذلك كان كيتدرب ومحافظ على اللياقه البدنيه ديالو، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يكون اساسي في مباراه المنتخب الوطني المغربي. الظهير الايمن، وكيف كنعرفوا دائما وابدا الظهير الرسمي ديالنا هو اشرف حكيمي. في الظهير الايسر وحتى هي كيف كنعرفوا نقطه ما عندناش ظهير ايسر حقيقي، لكن غادي نشوفوا وليد الركراكي مره جديده كيستعان بخدمات نصير مزراوي اللي هو في الاصل ظهير ايمن، لكن لعب في كاس العالم كظهير ايسر، لعب بزاف ديال المباريات كظهير ايسر، حتى مع البايرن شفناه في بعض المباريات كظهير ايسر، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يكون هو الظهير الايسر ديال المنتخب، لان من المستبعد مشاركه يحيى عطيه الله نظرا لواحد التراجع اللي كاين في المستوى ديالو، كما كان التراجع في المستوى ديال يحيى جبران اللي خلاه يغيب في الاول على القائمه لولا الاصابه ديال امرابط اللي خلات وليد الركراكي يرجع يحيى جبران ويكون حاضر مع المنتخب الوطني المغربي الاول. وهنا مادام كنهضروا على يحيى جبران وكنهضروا على سفيان امرابط، فغادي نمشيو نهضروا على خط الوسط ونشوفوا شكون اللاعب اللي غادي يكون في هذا البوست، شكون غادي يكون الكاسور ديالنا، شكون اللي غادي يكون اللاعب اللي كيهز الثقل ديال المنتخب ديالنا، نظرا اللي كيف قلت الغياب ديال سفيان امرابط ويحيى جبران التحق، لكن التحق بشكل متاخر وما كانتش عنده الثقه ديال وليد الركراكي منذ اعلان اللائحه. وهذا الشيء اللي غادي يخليني نقول على ان في هذا البوست غادي نشوفوا لاعب جديد، غادي نشوفوا لاعب جديد على المنتخب، لاعب شاب صغير في السن. وهنا كنهضر على امير ريشارلسون. امير ريشارلسون اللي بان مع المنتخب الاولمبي بمستوى عالي، امير ريشارلسون اللي بزاف ديال الناس كيتكلموا وكيقولوا على انه موهبه صاعده، لكن السن ديالو هو 21 سنه، وقريب من بعد 3 اشهر غادي يكون عنده 22 سنه. هذا السن اللي كان فيه اشرف حكيمي ديجا كيلعب واساسي مع المنتخب الوطني المغربي، كان فيه عز الدين أناحي كيلعب مع المنتخب الوطني المغربي، ولهذا كنظن على ان امير ريشارلسون جا الوقت ديالو باش نشوفوه مع المنتخب، او جات الفرصه باش نشوفوه كاساسي مع المنتخب، ولما لا يكون هو ذاك البديل القادم ديال سفيان امرابط في خط وسط المنتخب الوطني المغربي. كيف قلت كيلعب مع ريمس اساسي في الدوري الفرنسي، ايضا البنيه الجسديه ديالو طول فارع ما شاء الله 1.95 متر اللي يخليه يكون حاضر بدنيا في خط الوسط، وبالاضافه للموهبه ديالو واللمسه اللي عنده والطريقه ديال التحرك، ربما تكون هذه هي المباراه اللي نشوفوا فيها
ميلاد البديل ديال سفيان امرابط في خط وسط المنتخب، وهذا الشيء اللي كيف قلت غادي يخلي ريشارلسون يكون اساسي في هذه المباراه. الثنائي اللي قدامه غادي تكون هي ثنائيه كاس العالم من بعد الرجوع من الاصابه، لا عز الدين أناحي اللي غادي يكون اساسي، ولا ديال سليم املاح اللي شفناه رجع لعب مع النادي ديالو بلد الوليد ومن بعد انتقل مباشره لنادي فالنسيا اللي كيعول عليه ضمو في اخر ساعات الميركاتو، لكن كيبان على انه كيعول عليه باش يكون مؤثر في هذا الموسم. وسليم املاح اللي دائما كيكون مؤثر وكيعطي ديك الاضافه اللي كنقلبوا عليها في المنتخب في خط وسط المنتخب، لا دفاعيا ولا هجوميا. ومن خط الوسط غادي نمشي لخط الهجوم، وغادي نبدا بالجناح الايسر اللي كنعتقد على ان غادي يكون فيه عبد الصمد الزلزولي كاساسي. عبد الصمد الزلزولي اللي حتى هو ربما من اجل المنتخب ومن اجل كاس افريقيا رفض الاحتياط في برشلونه ومشى ريال بيتيس باش يكون لاعب اساسي، باش يظهر بشكل مزيان، باش يوجد بطريقه مزيانه، باش ان شاء الله يكون حاضر معنا في كاس افريقيا بشكل ويبان بصوره اللي هي مزيانه. وهذا الشيء اللي غادي يخلي وليد الركراكي يعتمد عليه اساسي في هذه المباراه في مركز الجناح الايسر. في الجناح الايمن كاين جوج الخيارات بالنسبه ليا، ربما نشوفوا الصباري اللي كيميل اكثر يكون كصانع العاب بالطريقه ديال حكيم زياش، ربما يكون هو الجناح الايمن ديالنا، او لا تكون هذه هي المناسبه ديال باش يجرب وليد الركراكي لاعب جديد واللي هو امين عدلي اللي اخيرا اختار المنتخب الوطني المغربي، وربما من هنا تكون بدايه المسيره ديالو حتى هو مع المنتخب من خلال ماتش ليبيريا اللي يقدر يكون فيه كاساسي. ومن الاجنحه نمشيو اللاعب راس الحربه اللي حتى هو الاسم ديالو محسوم فيه وما يمكنش يتغير. الاساسي هو يوسف النصيري، غادي يكون اساسي على حساب الثلاثي وليد شتديره الكعبي وايضا عبد الرزاق حمد الله، اللي ربما كلهم يمكن نشوفوهم كبدلاء ديالو في هذه المباراه في اخر 30 دقيقه، او حتى في المباراه الجايه اللي غادي تكون قدام بوركينا فاسو اللي غادي تكون مباراه وديه. كيف قلت وليد الركراكي غادي يحاول يعتمد على الاسماء الاساسيه، على الاسماء اللي جاهزه اللي واجده باش تعطينا 3 النقاط، تعطينا صداره المجموعه، وايضا تنسينا في الخساره ديال جنوب افريقيا. في الاخير كان هذا فقط الراي ديالي على التشكيل المحتمل والاقرب اللي يلعب به وليد الركراكي غدا ان شاء الله الماتش ديال ليبيريا، والاهم كيف العاده هو الراي ديالكم نتوما. شاركوه معايا في التعليقات، ما تنساوش ضروري انكم تابوناو في القناه، تضغطوا على جيم، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو.